نعمل إيه بعد العيد أو لو أنا مسافر ورجعت وبوظت الدنيا؟ أول حاجة ارجع ضبط أكلك على طول، حاول ما تبقاش أيام اللخبطة كتير لأنه ده بيعلى معايا نسبة المية نتيجة زيادة النشويات والسكريات، بتعلى معايا نسبة الدهون لو الأيام اللخبطة اتكررت كذا مرة ورا بعض. تاني حاجة حافظ على نسبة المية بتاعتك، اشرب مية كويس قوي سواء في أيام اللخبطة أو في الأيام اللي أنت هتظبط فيها، فيبقى الحرق شغال معاك كويس، أنت شبعان، أنت أحسن، مودك أحسن، مش حاسس على طول إن أنت همدان بتدور على الأكل، لا أنا بشرب كويس فشبعان والدنيا زي الفل. تالت حاجة حاول في الأيام العادية اللي ما فيهاش مناسبات وما فيهاش خروجات كتير وسفر إن أنت تبقى بتاكل كويس، نسبة بروتين، نسبة نشويات، نسبة دهون صحية، خضار، فاكهة، تشرب مية كويس زي ما قلنا، بننام كويس. كل الحاجات دي في الأيام العادية لما بتبقى كويسة جسمي بيحرق حلو، فلو أنا في أيام عليت فيها شوية بينفع أنزل على طول. لكن لو طول الوقت أنا بعلي الأكل بتاعي، لو عليته أكتر فأنا بعمل إيه؟ نسبة الدهون بتزيد عندي ونزولي بيبقى صعب جدا. خلي بالك كل جسم محتاج نسب معينة من الحاجات اللي قلنا عليها، ما ينفعش كل الناس تاخد نفس النسب، ما ينفعش اطلع اي نظام من على النت، ما ينفعش اقول ايه شيل وشيل وشيل، كل ده بيوقف مكنة الحرق بتاعة الجسم بتاعي. الحاجة اللي بعد كده لو بتاخد فيتامينات أو معادن أو حاجات معينة واظب عليها بصورة منتظمة، عشان الحاجات دي بتساعد برضو على الحرق، بتساعد انه أنا اكون شبعان، بتساعد ان نفسيتي تكون كويسة. كل الحاجات دي لما بتتظبط انا ببقى عارف اقيم انا جعان، انا شبعان، انا اوقف امتى. كل الحاجات دي مهمة قوي. خلي بالكم احنا نتيجة الظروف اللي حوالينا وشدة الاعصاب وعدم تعرضنا للشمس وعدم وجود رياضة كتير، كل الحاجات دي بتخلي عندنا نقص في فيتامينات معينة. فوجود مالتي فيتامين، وجود فيتامين د، وجود شوية فيتامينات حسب كل حالة بجرعات معينة لكل شخص، دي بتساعد ان انا جسمي يكون مكنة حرق حرفيا. العب رياضة على قد ما تقدر، اتمشى، خلي في مجهود بتعمله حتى كده، ديلي لايف، ديلي اكتيفيتي، اتحرك، روح انت السوبر ماركت تشتري حاجات، انزل وصل ولادك التمرين. كل الحاجات دي ممتازة في ان هي بتعلي الحرق بتاع جسمك. كل سنة وانتم طيبين، ميرسي ليكوا خالص.